أهلا بيكم معانا النهاردة. بنغوص في تفاصيل التطورات الأخيرة اللي بتخص عيلة معينة كده، يعني شغلت ناس كتير الفترة اللي فاتت، أهلا بيك. الموضوع فعلا واخد اهتمام كبير. خصوصا بعد الاختفاء المفاجئ لمحمد وآلاء، بعد قصة الصلح دي اللي يعني قلبت الدنيا وعملت جدل كبير. مظبوط. السؤال بقى اللي على لسان الكل دلوقتي، هم فين؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هو فعلا حالة الترقب والقلق دي بتوضح حاجات كتير عن طبيعة العلاقة بين الجمهور والناس دي. أكيد. الأهم هنا يعني مش بس نعرف هم فين، قد ما نحلل إيه اللي حصل ونحاول نفهم ردود الأفعال المختلفة دي جت منين، وده كله بناء على متابعتنا للأحداث طبعا. طيب خلينا نحاول نفهم الصورة الأكبر سوا. بالظبط، يعني إيه اللي ممكن تكشفه الأحداث دي عن ضغوط الشهرة نفسها وعن تفاعل الجمهور في العصر اللي احنا فيه ده. خلينا نبدأ بالنقطة اللي يعني أكتر نقطة محيرة الناس كلها، اختفاء محمد وآلاء. الكلام كتير قوي بيتقال جدا، ناس قلقانة على صحة آلاء وخصوصا عشان الحمل وكده، وبيقولوا يمكن الزعل أثر عليها لا قدر الله، وناس تانية خالص بتفكر في اتجاه تاني، اللي هو إيه بقى؟ إن الاختفاء ده ممكن يكون مقصود، يعني يمكن عشان يرجعوا بشكل أقوى، أو يمكن تكون ترتيبات تانية خالص، يمكن بأوامر زي ما بيتقال. من خبرتك ممكن نفسر الغياب ده إزاي؟ هو اللي لافت للنظر فعلا هنا هو تأثير الغياب ده نفسه على المصداقية بتاعتهم. تمام. يعني بغض النظر عن السبب الحقيقي، سواء بقى كان سبب صحي أو شخصي أو مجرد إنهم عايزين يبعدوا عن الضغط شوية، فالغياب ده بيغذي الشكوك عند المتابعين، خصوصا المتابعين اللي أصلا ما كانوش مقتنعين بالصلح من الأول، صح؟ بالظبط كده. الناس دي كانت شايفة إن الصلح ده مش حقيقي أصلا أو مش مقنع، فالاختفاء ده بالنسبة لهم دليل زيادة. ظهرت تخمينات بتقول إنهم اختفوا عشان يهدوا الهجمة اللي حصلت عليهم بعد الصلح. منطقي. عشان يخلوا الناس تتشوق لرجوعهم أكتر. وده بيورينا قد إيه ضغط الجمهور ده ورغبة الناس إنها تعرف الحقيقة ممكن يأثر فعلا على قرارات الناس دي. أكيد الضغط ده مش سهل أبدا. وفي وجهة نظر تالتة كمان ظهرت، يعني بتقول إن ممكن الاختفاء ده يكون تمهيد لمفاجأة. مفاجأة زي إيه؟ زي اللي كان لمح ليها محمد قبل كده، ويمكن تكون المفاجأة دي إن والد آلاء يوصل عشان يفرحها ويحسن نفسيتها وكده. ده احتمال وارد جدا على فكرة، ولو حصل هيكون ليه بعد استراتيجي كمان. إزاي يعني؟ يعني لو ده حصل، ده ممكن يغير اتجاه الكلام والنقاش كله، يبعد الناس عن جدل الصلح نفسه ويركزوا أكتر على الجانب الإنساني ولم الشمل العيلة. وده بقى يخلينا نسأل سؤال تاني، اللي هو لحد فين ممكن الأحداث الشخصية دي تستخدم كجزء من إدارة الصورة العامة صانع المحتوى ده؟ نقطة مهمة فعلا. وفي نفس الوقت بالظبط اللي محمد وآلاء مختفين فيه، بنشوف حسن ونهال في تركيا. أيوة، السفرية بتاعت تركيا. كان في توقعات إن السفرية دي هتقدم بقى محتوى مبهر ومختلف، خصوصا إن تركيا بلد مليانة أماكن حلوة للتصوير وكده. طبعا الإمكانيات هناك كبيرة، لكن اللي شفناه كان يعني محتوى عادي جدا، فيديوهات أكل محشي وفراخ وحاجات كده، وده سبب انتقادات كتير، كأنهم ضيعوا فرصة يعملوا حاجة مميزة بجد. تماما. والمقارنة هنا مهمة قوي. الإمكانيات اللي بتقدمها بلد زي تركيا كبيرة جدا عشان تعملي محتوى جذاب بصريا وثقافيا كمان. صح. فلما يتقدم محتوى ممكن يتصور في أي حتة تانية، أي بيت، الجمهور بيحس بخيبة أمل شوية أو بعدم جدية، كأن التركيز بقى على مجرد التواجد وخلاص. بالظبط، مجرد نعمل أي فيديوهات وخلاص، بدل ما نقدم قيمة فعلية أو نستغل الإمكانيات الموجودة دي. وشفنا كمان بقى ملاحظات كتير عن زيادة وزن نهال. والتكهنات بتاعة الحمل. أيوة، خصوصا مع رفضها تركب ألعاب معينة في الملاهي وظهورها بفساتين واسعة شوية. يعني كل تفصيلة صغيرة بتتحلل. للأسف ده بيورينا إزاي كل تفاصيل في حياتهم بتبقى تحت الميكروسكوب والناس مركزة فيها قوي. على الناحية التانية بقى خالص، بنشوف الدكتور يحيى اللي عمل تحول كبير في قناته. التحول بتاع قناة الدكتور يحيى، خلاها باسم الدكتور يحيى، وبقى بيركز قوي على محتوى معلوماتي وتوعوي بشكل جاد. بيتكلم في مواضيع زي النرجسية، الكذب، وحتى الإدمان، وده بناء على طلب متابعينه كمان. ممكن المحتوى ده يعني ما يجيبش نفس أرقام مشاهدات الهايبرة بتاعت زمان. الهايبرة اللي هي المحتوى الصاخب بقى، واللي بيعتمد على الإثارة أكتر ما بيعتمد على الفايدة يعني. بالظبط. لكنه لقى قبول ونجاح ملحوظ جدا. وده بقى بيأكد فكرة مهمة قوي في رأيي، اللي هي
أهمية المصداقية واحترام عقلية الجمهور. يختار سكة مختلفة يمكن تكون أصعب في الأول من ناحية الأرقام والمشاهدات، لكنها بتبني علاقة أقوى بكتير مع المتابعين على المدى الطويل. فعلا. هو بيقدم معلومة مفيدة بس بأسلوب شيق فيه كاريزما وخفة دم، وده اللي خلى الناس تحترمه. الجمهور في الآخر بيدور على المحتوى اللي بيحس إنه حقيقي ومفيد وبيحترم ذكائه، مش مجرد تضييع وقت وخلاص. مظبوط. وظهرت كمان مقارنات إيجابية بين محتوى ومحتوى تاني زي ولاد رزق. الناس حست إن ولاد رزق طبيعي أكتر؟ أيوة، قالوا إنه على طبيعته أكتر، في روح عفوية كده ومصرية أصيلة، خصوصا في ظهور والدة آلاء معاهم. وحتى الرسالة بتاعت والدة آلاء في فيديو الملاهي لما قالت إن مصر حلوة وإنها بتحبها برضو رغم جمال أي بلد تانية، ناس كتير فسرتها كأنها رد غير مباشر، رد على المبالغة في تمجيد تركيا اللي شافوها من حسن ونهال يعني. بالظبط كده. المقارنات دي دايما بتعكس تقييم الجمهور للمحتوى، والموضوع مش بس إنتاج ضخم أو مكان مبهر، لا، الأساس هو الأصالة، القيمة، والإحساس بالصدق والتلقائية. فعلا. النهاية السؤال اللي بيفضل يلح علينا كلنا، إيه سر الجاذبية دي كلها؟ ليه تفاصيل حياة العائلات دي بتتحول لمادة للمتابعة والتحليل والجدل بالشكل المكثف ده؟ وهنا نضيف سؤال تاني كمان عشان نفكر فيه، لحد فين الصورة اللي بنشوفها دي على الشاشات هي فعلا حقيقة حياتهم؟ وإمتى بتبقى مجرد أداء متفق عليه أو محسوب بدقة عشان بس يرضي فضولنا، أو يمكن عشان يحقق أهداف معينة هم عايزينها؟ نقطة محتاجة مننا كلنا وقفة وتفكير فعلا. بالظبط. طيب، نتمنى يكون التحليل ده قدم رؤية مفيدة للمعلومات اللي وصلت لنا عن الموضوع ده. ولو عجبكم الكلام ده واستفدتوا منه، من فضلكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، ويا ريت كمان تعملوا إعجاب بالفيديو، ويا ريت تنشروا الحلقة دي على أوسع نطاق ممكن عشان توصل لأكبر عدد من المهتمين بالموضوع ده. شكرا جدا لمتابعتكم، ونشوفكم في تحليل جديد قريبا.